السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إلهام، ده مطبخ إلهام أو مطبخ ميس إلهام. هعمل معاكي النهاردة شوية حاجات اللي انت شفتيهم دول. في الأول قطايف وزبادي، معرفش ايه علاقة ده بده، بس عشان هعملهم مرة واحدة. هعمل المشبك السوداني، هعمل القطايف الحادقة والقطايف الحلوة. الحادقة دي اللي هتبقى محشية جبنة يعني، الحلوة اللي هي محشية مكسرات أو مهلبية اللي يعجبك. وده العسل اللي عملناه مع بعض قبل كده، لان جت مصادفه اني عملت الحاجات دي مع بعض، فحبيت اصورها لك مع بعض. انا عملت معاكي القطايف قبل كده، بس المره دي فيها حاجه واحده مختلفه، ان انا قبل كده عملتها معاكي بالسميد بس، وبعدين عملتها بالدقيق بس من غير سميد. بس المره دي انا اضفت لها مذاق تاني مختلف بيخليها طعمها حلو كتير وبتعجب كل الناس. ايه هو ده؟ المحلب. انا مش عارفه انت عارفه المحلب ولا لا، بس انا هوريهولك دلوقتي اثناء ما انا بشتغل. يلا نسمي بالرحمن كده. هتلاقي المقادير سهله وبسيطه. انا ما بعملش اكتر من كوبايه في كل حاجه، يعني كوبايه دقيق عشان اطلع بيها الكميه اللي انت شفتيها دي، وبرده كوبايه دقيق عشان اطلع المشبك. انا بقول عليه المشبك السوداني عشان انا اتعلمته عندهم. يعني هو هنا دلوقتي مسمينه الورده او الشباكيه او اي كان المسمى بتاعه، بس هو حاجه حلوه وجميله وهتعجب كل الناس. يلا نسمي كده ونشتغل. كله بالخلاط. ده نص كيلو لبن اللي هعمل بيه الزبادي. ما بعملش اي حاجه في الزبادي، ولو عايز اعمله بالفواكه او اجيب معلقه لبن بودر، معلقتين لبن بودر. لو عندك، مش عندك مش ملح اطلاقا. دي معلقه زبادي من كوبايه زبادي عندي في التلاجة، معلقه واحده. اللبن ده على فكره دافي زي دمعه العين، ما يكونش ساقع من التلاجة، ما يكونش سخن قوي. لو سخن قوي وحطيت عليه الزبادي اللبن هيقطع، هيبقى رايب. انا عايزه اعمله زبادي، فلازم يكون دافي يعني زي دمعه العين. ايديكي لما تحطي صباعك فيه ايديكي تستحمله. هضرب المكونات دي مع بعض، وانا في الاثناء دي بكون مشغله الفرن عشان يبقى دافي. مجرد ما بتضربي، انت ممكن تربيهم بالمعلقه بالشوكه كده، تربيه في اي شفشه او حاجه، وتصبيه في الكوبايات بتاعتك. النص كيلو ده هيعمل لي الاربع كوبايات الحلوين دول، وهيبقى واخد رغوه حلوه اللي هي هتديني طبقه قشطه عاليه وجميله كده. هنغطيه وادخله بقى الفرن. طبعا الفرن انا طفيته خلاص، هيكون بس دافي، والمفضل انه يتغطى طبعا. ادخله بقى الفرن الدافي واقفل عليه واسيبه، بياخد له حوالي ساعتين 3. يعني لو مش هتستخدمي الفرن هياخد له حوالي ساعتين 3، او تسيبيه لغايه يعني كام ساعه كده وتطلعيه. ده لازم يخش التلاجة بعد كده، يعني ما طلعوش من الفرن اكله، يعني ما طلعوش من التجميد كده اكله على طول. المفروض ان هو يدخل التلاجة. يلا نعمل بقى نعمل القطايف الاول. القطايف الاولانيه اللي انت شفتيها دي كانت يعني كانت بالمكسرات وحلوه، بس القطايف التانية هعملها بمقادير. طيب دي معلقه سكر، دي نص معلقه خميره، دي معلقه نشا، وده المحلب نص معلقه محلب اللي هو شكله ده، شكله زي الحبات الصغيره كده. ودي ذره ملح عشان الدقيق. كل المقادير برضو على بعض. في الميه دي ميه دافيه زي دمعه العين برضو. ليه؟ عشان الموضوع فيه خميره. لو مش خميره كنت احط ميه ساقعه من الحنفيه عادي، بس المفضل عشان الخميره لازم احط الميه تكون دافيه. هضرب الميه بالخميره بالسكر بالمكونات اللي انا حطاها بالمحلب دي ضربه كده سريعه في الخلاط. بعدين اضيف لهم الدقيق. دي اول طلعه في القطايف، بس هو بيتضرب كده. هنزل عليه بالدقيق. هعمل بقى قطايف تانية اللي شفتيها بعد كده. فده كان سبب اللي خلاني عملت الحاجتين دول، كان سبب يعني. بس انا قلت اشاركك في الاتنين كده. خلاص الدقيق اتضرب مع الميه. ممكن تحركي بمعلقه كده عشان تتاكدي ان مفيش اي دقيق لازق في الشفشق من تحت. تضربيه كمان مره، وبعدين تحطيه في اي حاجه تصبي منها اثناء ما هتعملي
القطايف، بس لازم تديها فرصة ترتاح شوية او تخمر بمعنى اصح. بس كده الدنيا زي الفل. عقبال ما تحضري حاجتك هتكون هي يا دوبك ارتاحت 10 دقايق ربع ساعة. هتسخني الطاسة بتاعتك او الصينية بتاعتك او الحاجة اللي هتشتغلي فيها، سخنيها قوي. اول ما تنزلي بالقطايف توطي النار، تتأكدي ان النار واطية. هي بتستوي على الهينة، بس خدي بالك كمان عقبال ما تتطبع على الصينية اللي بتشتغلي فيها او الطاسة اللي بتشتغلي فيها، يعني مش من اول واحدة، ممكن واحدة اتنين وبعد كده تبتدي هي تاخد اللون اللي انت عايزاه. ما تتكيش عليها قوي. هي كده تعتبر مظبوطة جدا، ما تقلقيش منها ان طالعة حتة من جوه من ورا، يعني حتة غامقة وحتة فاتحة، بس كده عادي ما فيش اي مشاكل. انا هعمل معاكي اكتر من واحدة. الطاسة تبقى سخنة، لكن اول ما تنزلي بالعجينة توطي، بعدين واحدة واتنين كده هتلاقيها بعد كده اتطبعت وبقى شكلها مظبوط جدا. حجم القطايف بقى انت تتحكمي فيه، ممكن تعمليها صغيرة قوي قوي زي العصافيري اللي احنا بنجيبها من عند الراجل، نقول له عايزينها عصافيري اللي هي تبقى صغنونة خالص، او تتحكمي فيها وتعمليها كبيرة. انا بوريكي دلوقتي وبشاور لك على المسام اللي بتتفتح فيها، واول ما تجف من فوق كده جفت خلاص، هي كده بالنسبة لي استوت. الأحسن تحطي في حاجة ليها بوز شفشق، وفي قطاعة على فكرة بتتباع للقطايف، اللي عنده ممكن. أنا عندي على فكرة بس ما بعرفش استعملها، بفضل استخدم الشفشق كده. هتقولي لي بتسوي واحدة واحدة؟ أيوة، لأني بعمل وحدات أحجام كبيرة زي ما أنت شايفة. لو هعمل وحدات صغيرة اللي هي بقولك عليها العصافيري هقدر أحط أكتر من واحدة. والأحسن لو تعمليها في نص الطاسة بتطلع مظبوطة جدا. انت بقى لو عندك يعني وليكن صينية كبيرة قوي ما بتلزقش، هتبقى فرصة تقطعي أكتر من واحدة. الكوباية دي بتطلع بالحجم الكبير ده بتطلع مقدار حلو يكفيكي اليوم، يعني يكفي اليوم الأسرة. والمفضل بدل بتعرفي تعمليها انك تعملي كل يوم طازة طازة، بدل ما تعملي شوية ويباتوا. ولو انت عندك حد وعايزة تعملي محشي حوادق، جبن، لحمة، اي حاجة، بتزودي طبعا المقدار. لكن عادة انا بستخدم كوباية دي واحدة، وعلى اساسها بجدد لو كنت عايزة تاني. هما هيطلعوا شوية حلوين قوي، مش هتحتاجي تعملي اكتر منهم يعني. دي كانت اول مرة، وكملت بقى بعد كده عملت المشبك وعملت القطايف. انا مش بطول عليكي، بس بوريكي ان بعد شوية الطاسة بتتظبط وتطلع الوحدات بقى لونها فاتح. ليه بتطلع لونها فاتح، او المفضل تكون فاتحة بيضة زي كده؟ عشان انت لسه هتقليها في الزيت. ولو طلعت منك غامقه مفيش اي مشاكل، هتتقلي برضو في زيت ما انت بتجيبيها من عند الراجل بره. ظهرها من جوه، من ظهرها بيبقى غامق جدا. بصي الوحدات اهي ما بين فاتحه وغامقه، بس في الاخر هتدي النتيجه حلوه. انت تستني عليها شويه لما تهدى، مش لما تسقع قوي، لما تهدى وبعدين تبتدي تحشيها. دي كانت هتتعمل كلها حلوه، يعني هحشيها كلها مكسرات وهسقيها بالشربات اللي كنا عاملينه مع بعض. دي بتاخد شربات تقيل بارد، عشان هي بتكون طالعه من الزيت سخنه، بتسقطيها في الشربات او تحطيها كلها في حاجه وتنزلي عليها بالشربات وهي سخنه. بصي الكميه طلعت حبه حلوين قد ايه، يعني اعتقد انها تبقى على قد الاسره مناسبه جدا. يلا بقى نقليها. دول هيتحطوا كلهم مره واحده في الصينيه.
برضو الزيت يكون مقدوح قوي، يعني يكون سخن قوي. اول ما تنزلي بيها تعمل الفوران اللي حواليها دي، توطي شويه صغيرين عشان ما تتلهفش منك بسرعه، وفي نفس الوقت ما تطلعش طريه، تطلع مقرمشه. هي سريعه اهي بتتعمل. بس خلاص نطلعها بقى، نسقيها بقى الشربات بتاعها لما تطلع وهي سخنه كده. كل مره هوريك الشربات ده اقولك ده اللي انا كنت عاملاه قبل رمضان ب10 ايام. ممكن تنقلي منه شويه في بوله ولا في اي حاجه، تحطي عليه موارد، تحطي عليه مزهر، تحطي ده عليه فانيليا طبعا بس، وتشيليها من الطبق ده تحطيها في طبق التقديم. في الفتره دي كان الزبادي كمان اتعمل، وعامل بقى طبقه من فوق كده، طبقه قشطه جميله، وكان كريمي جدا جدا. عايزه اقول لك يعني ان انت نص كيلو لبن بيكفي لو اسرتك مش كبيره، خلاص بتعملي الكوبايات الصغيره دي، انت ما بتحتاجيش اكتر من كده في السحور، او لو كنت حابه زياده يعني هتقدري تزودي. تعالي بقى نعمل الشباكيه او شباك الحبايب او الورده او المشبك السوداني. هنعمله الاول عشان ده بشتغل فيه على طول، لكن هدي فرصه للقطايف انها لازم تختمر شويه. مكوناته سهله قوي: كوبايه لبن، وكوبايه دقيق، وبيضه، ومعلقتين كاستر. ليه كاستر؟ الكاستر واخد نكهه حلوه كده مع درجه لون صفار حلوه. بالنسبه للدقيق بحط عليه يعني ذره ملح بسيطه. بنزل بالبيضه اللي عليها الفانيليا، واحط عليها اللبن. يعني يا ريت تكون لبن بدرجه حراره المطبخ، مش لازم يكون طالع من التلاجة. هو هنا مفيش اي خماير، ولا في خميره، ولا في بيكنج باودر، ولا اي حاجه. هضرب اللبن مع البيضه ومعاهم الفانيليا. بعدين انزل بالمواد الجافه اللي هي ايه؟ كوبايه الدقيق اللي عليها ذره ملح، ومعاها معلقتين الكاستر، او لو ما عندكيش كاستر خلاص هيبقى نشا. دي هفضيها على طول في العلبه اللي هشتغل بيها، او في الطبق، او في اي حاجه هتاخدي بيها، وعشان اضرب العجينه بتاعت القطايف واديها فرصه تختمر. نقلبها بس عشان الجوانب بيبقى فيها النشا بتبقى لازقه، والدقيق بصي لونها اصفر ازاي. معلش الشمس داخله عامله خلفيه مظلمه شويه، بس هفضيها بقى في الطبق ده. توته. بس كده. نعمل بقى القطايف، وهسيبها في الشفشق ده تختمر. كوبايه ميه وربع. ليه المره دي كوبايه وربع؟ الدقيق ده لقيته انه تقيل لو انا حطيت عليه كوبايه واحده. دي ذره ملح، معلقتين سكر، نص معلقه خميره فوريه، ونص معلقه بيكنج باودر. هنضرب كل الحاجات دي مع بعض، وبعدين احط عليهم الدقيق. صبري معلش، ونص معلقه محلب. هنضرب السوائل مع بعض، وبرضو بحط لها معلقتين نشا بيظبطوها. بس نحط الدقيق بقى ونضربه تاني. دي النشا. ما كانش عندي نشا فحطيت كاستر. بس هعالج الملزوق في الشفشق كده، واضربه ضربة تاني واسيبه بقى
يرتاح. وتعالي نعمل وردة الحب. بصي القطعة دي انا وريتها لك قبل كده، اشتغلت بيها قبل كده، بس برضو كما هي العادة لازم لما تحطيها في الزيت الاول، معلش لازم تحطيها في الزيت الاول، الزيت لازم يبقى ممدوح، يبقى مقدوح، وبعدين لما تقطعي الوردات دي توطي عليها على الاخر. هي كمية الكوباية دي بتطلع كمية كبيرة قوي ما شاء الله. لازم توطي عشان المفروض انها ما تطلعش محمرة قوي يعني. القطعة الحديدية اللي بشتغل بيها دي بحطها في الزيت، وبعدين اشيلها من الزيت احطها في العجينة. بتشيل جزء من العجينة ده اللي هو بينزل في الزيت اهو. بصي مجرد ما تعملي كده مرة واتنين ما شاء الله بتبتدي تنزل لوحدها. بس كده. دي بترشي عليها سكر بودر وهي طالعة من الزيت كده، او تحط لها عسل شربات اللي هو بتاع الكنافة برضو. انت عندك يعني حق الاختيار، بتحبي بالسكر، بتحبي زي الزلابية وزي الحاجات اللي بنستخدم لها شربات او سكر بودر. زي ما قلت لك هي بتطلع كميه، وتحسي ان الكميه الصغيره اللي انت شفتيها دي تقولي هتعمل ايه، لا بتعمل، وبتعمل كتير كمان ما شاء الله. لازم تسخنيها كده شويه، تاخدي من الزيت تسخنيها كده شويه، واول ما تحطيها في الزيت هي بتفصل لوحدها. بس يلا بقى نعمل القطايف اللي احنا عملناها دلوقتي وسبناها في الشفشق. برضو بتسخني الطاسه قوي وتنزلي بالوحدات. المره دي انا عاملاها وحدات كبيره عشان هحشيها حادق، هحشيها جبنه. بصي بصي المسام اللي بتتفتح دي اول ما تنشف كده قدامي، المسام دي يبقى هي كده استوت من تحت. انت لازم تكوني مستعده فوطه جنب، هي دي تطلع على فوطه، لازم تطلع على حته قماش، ما ينفعش تطلعيها على طبق كده، او على حتى ورق مطبخ هتلزق. الطاسه دي كانت واخده طبقه سخونيه جامده جدا، فكل مره انزل بالقطايف تطلع ظهرها محمر على الاخر. بس مش معنى كده انها هتبوظ او هتترمي، لا هستخدمها برضو، لكن انا بقول لك انت تنتبهي للحاجات دي. بس كده خلاص مش محتاجه يعني، احنا قلينا وعملنا خلاص. تعالي نشوف دي خلاص المشبك اتعمل. طيب تعالي بقى نعمل ايه. شويه القطايف اللي عملناهم دول هنحشي منهم شويه بالجبنه. توته واقفه عايزه احشيها لها بالجبنه. اي جبنه عندك بقى، جبنه مثلثات، جبنه كيري، جبنه رومي، جبنه فلامنك، اي جبنه عندك بتحشي الوحدات كده. اهي مكه هاني واقفه بتساعدني اهي. هي عجبتها على فكره، هي كلتها وهي مقليه بس كده، عجبتها قوي قبل ما تتحط فيها الحشوات. احنا هنعمل شويه زي ما قلت لك بالجبنه، والباقي هنعمله بالمكسرات، لان برضو هي ده كان مقدار واحد، والمقدار واحد زي ما انت شفتي كده بيطلع كميه مش بطاله. والباقي نحشيه مكسرات، ونقلي ده وده، ونسكر اللي عايز يتسكر، وتتاكل ده وده يتاكلوا.
اجمل حاجه فيها بقى ان انت بتقفليها كويس جدا وما تتفتحش ابدا في القليه. يعني مهما جبتيها من عند الراجل طازه لازم وانت تفتح لك واحدتين ثلاثه وانت بتقليها، لكن دي ما شاء الله ما تتفتحش اطلاقا. شغل ايدك بقى، فهتعجبك قوي، هتلاقي نفسك بتوفري على نفسك النزول وانك تشتري من بره. هي ما بتاخدش وقت، في نفس الوقت بتقدري تتحكمي في طعمها وتتحكمي في درجه نشفانها. في ناس بتحبها ناشفه قوي، في ناس بتحبها طريه قوي. مكة هانم بتعرض اهي، بتقولك دوقي 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 اللي هي عاملاها. توتة قلب تيتا. وبالهنا والشفا، جربي كده ومش هتندمي.